آخر عباقرة الأغنية العربية يترجل. محمد سلطان، موسيقار عربي كبير، ممثل مصري مشهور، ابن الإسكندرية. ولد سنة 1937، ولد سنة 1937 وتوفي يوم 13 نوفمبر 2022. حائز على درجة ليسانس في الحقوق عام 1960. شارك في بطولة عدة أفلام منها عائلة زيزي ومن غير ميعاد. طبعا بعد ذلك تفرغ للتلحين وقدم لنا أروع الألحان، وخاصة لأغاني فايزة أحمد، وخاصة لفايزة أحمد التي كانت زوجته. ومن أهم ألحانه أغنية غريب يا زمان ورسالة إلى امرأة. بالإضافة إلى ذلك قام بالاشتراك في الموسيقى التصويرية قام محمد سلطان بوضع العديد من الألحان لأغاني الفايزة أحمد، لأغاني الفنانة الراحلة فايزة أحمد التي كانت زوجته. من أهم ألحان محمد سلطان لفايزة أحمد غريب يا زمان ورسالة إلى امرأة. بالإضافة إلى ذلك قام بالاشتراك في الموسيقى التصويرية في عدد من الأفلام السينمائية منها الراقصة والسياسي وسمار الأمير. بالإضافة إلى ذلك قام بالاشتراك في الموسيقى التصويرية في عدد من الأفلام السينمائية منها الراقصة والسياسي وسمار الأمير. رحل محمد سلطان بعد مسيرة طويلة في التلحين ووضع الموسيقى التصويرية للأفلام والمشاركة في التمثيل فيها. توفي الموسيقار المصري محمد سلطان يوم الأحد كما ذكرت عن عمر ناهز 85 بعد صراع مع المرض. ونعت نقابة المهن الموسيقية محمد سلطان الذي ترك إرثا هاما من الأعمال الموسيقية والألحان الخالدة. أخذ محمد سلطان موهبة التلحين والغناء عن أمه التي كانت تهوى الموسيقى، وتعلم منها العزف على آلتي البيانو والعود. بدأ سلطان مشواره الفني ممثلا، على الرغم من أنه درس الحقوق. تزوج من الفنانة فايزة أحمد ولحن لها أشهر أغانيها، كما لحن العديد من قصائد الشعراء العرب كنزار قباني وأنور سلمان. نذكر منها قصيدة لم تعد ذاكرا عهودا هوانا التي غنتها الراحلة فايزة أحمد. قدم الراحل أعمالا موسيقية مهمة، كما وضع الموسيقى التصويرية لعديد من الأفلام التي ذكرنا قبل قليل والآتي، ومنها ليه يا دنيا، السوق، الشرس، الراقصة والسياسي، ويا عزيزي كلنا لصوص. وشارك سلطان في بطولة مجموعة من الأفلام منها كم أنت حزين أيها الحب، مدرس خصوصي، الباحث عن الحب، ويوم بلا غد. وكشفت مديرة أعماله سميرة سلمان في مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المحلية أن محمد سلطان كان بحالة جيدة لما استيقظ الأحد صباحا، وتناول معا الإفطار ثم أطعم القطط، إلا أنه مع اقتراب موعد الغداء قال له أنه يشعر بالتعب، ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى القصر العيني. وقال طارق نجل الموسيقار محمد سلطان أن أباه رفض ترك مصر للإقامة معه في فرنسا. وذكر الدكتور طارق محمد سلطان نجل الموسيقار الراحل محمد سلطان والفنانة فايزة أحمد أنه بعد إتمام التعليم الثانوي
وقال الدكتور طارق محمد سلطان نجل الموسيقار الراحل محمد سلطان والفنانة فايزة أحمد إنه بعد إتمام التعليم الثانوي أرسله أخاها عمر إلى الخارج، طبعا إلى فرنسا لاستكمال دراسة الطب، حتى أنه تخصص في التجميل، بينما تخصص شقيقه الدكتور عمر في الأمراض الباطنية. وأضاف خلال لقائه وذكر أن والده الراحل الموسيقار محمد سلطان كان يتصل به يوميا، وفي بعض الأحيان كان يقوم بالاتصال به 4 أو 5 مرات، وفي يومه الأخير قال اتصلت أنا به ولم يكن صوته جيدا، وتناول الغداء ونصحته بعد شكواه من شعوري بالوعكة بتلقي استشارة طبية، قائلا ما كنتش عارف أشخصه هاتفيا، ولكني بعدها بقليل فوجئت بالنبأ الحزين. وذكر طارق محمد سلطان أن قصة حب والدته ووالده كانت عظيمة، وأن كلاهما بعد الانفصال شعرا أن هذه الخطوة كانت غلطة يجب تصحيحها، مختتما طلاق والدتي فايزة أحمد ووالدي لم يستمر طويلا، وندما ورجعا لبعض. هكذا كانت أيام العاشق الفنان الموسيقار الممثل محمد سلطان.